مارس 2026 كان رضا مبرمج فريلانسر كيقضي الليالي طويلة قدام الشاشة. وواحد الليلة دخل لواحد المنتدى في الدارك ويب باش يقلب على مكتبة نادرة كتعاون في تشفير البيانات. لقى ملف غريب سميتو لوسيفير سور بوان باي، يعني لقى ملف كيتحل في البايثون اللي هو كود. مجرد ما دار داونلود وفتح الكود تبدلات الاجواء في بيتو. الضو بدا كينغامر والحرارة هبطات لدرجة ولا كيشوف النفس ديالو خارجة بحال الضبابة. رضا كان بدا كيحس بحال الا كاينه شي حد واقف وراه كيشوف فيه بتركيز. ملي بدا كيقرا الاكواد لاحظ ان الكود ماشي لغه برمجيه عاديه، بل كانت بحال طلاسم مكتوبه بلغه البايثون. فجأة يدو بدات كتحرك بوحدها على كل كلافي بسرعه جنونيه، وكأن شي قوه خفيه كتحكم فيه. عينو تبدلو ولا لونهم كحل غامق، وبدا كينطق بكلام غريب بلهجة قديمة وصوت ماشي صوتو. سكنت الكود ودابا غنسكن اللي يحل الكود، انا شمهاروش الرقمي، جيت من عصر ما قبل الحروب باش نسيطر على عصر الارقام. رضا كان كيحاول يقاوم من الداخل، كيشوف راسو في المراية وكيشوف وجه جنية شايبة وراه كتحكم في كل عضلة في الجسم ديالو. الجنية بدات كتستخدم الخبرة ديال رضا في البرمجة باش تخترق حسابات بنكية وسيرفرات حكومية، وكان الهدف تنشر فيروس ملعون كيمسح الإيمان ديال الناس وكيزرع فيهم الخوف. أقصى لحظة ديال اليأس رضا تذكر واحد السكريبت كان صاوبو باش يقطع الاتصال اللي هو كي سويتش بريش شيكر بوان باي. هاد الملف كان عنده مكتوب بلغة البايثون بجهد كبير، قدر يحرك صبعو الصغير وضغط على اونطري باش يخدم السكريبت اللي كان مبرمج يقطع الضوء الانترنت ويقرا ايات من القران بصوت عالي من مكبرات الصوت اللي عنده ديزي لاصقين مع الحاسوب. بمجرد ما تطلق صوت القران تعالت صرخه مرعبه في بيته، ورضا طاح للارض غايب على الوعي. ملي فاق خونا رضا في الصباح لقى راسو كله مخدوش والحاسوب ديالو محروق تماما. ملي شاف في المرايا لقى مكتوب على جبهتو بدم ناشف: حبستي الكود ولكن الروح ديالي باقا في الكاش ديالك. بحال كتقول الروح ديالو بقات في الكاش في الميموار ديال الدماغ ديالو. من داك النهار خونا رضا ما بقاش كيقدر يبرمج بالليل، وحس باللي كل سطر كيكتبو كاين اللي كيكملو ليه في خيالو. بعد ليلة الرعب اللي عاشها رضا ما بقاش داك الشخص اللي كان كيعرف راسو، كان كيشعر بثقل غريب في الكتاب ديالو، والحاسوب المحروق كان كيصدر اصوات طانين حتى هو مفصول عن الكهرباء ومحروق. تما فهم ان ما حدث له ليس مجرد فيروس بل هو تلبس رقمي هجين. لا غد ليه هو يفيق خونا رضا قرر الاستعانة بصديق قديم اللي هو صاحبه الفقيه إدريس، اللي كان كيجمع بين العلوم الدين وخبرة قديمة في هندسة الاتصالات قبل ما يتقاعد. منين دخل خونا الفقيه للغرفة ديال خونا رضا حس بالبرودة بزاف وشم ريحة ديال الاحتراق، شي حاجة غريبة. هو يقول له الفقيه ومكالمي: يا ولدي، الجيل اليوم سكنوا السلوك كما سكنوا الخلاء قديما، وهم يستغلون الثغرات في الكود كما يستغلون الثغرات في روح الإنسان. وهنا فين غادي تبدا المعركة. طلب الفقيه من رضا إحضار حاسوب جديد وفتح ملف بايثون خاوي، طلب منه كتابة كود يستخرج ترددات صوتية معينة. بينما كان رضا كيكتب بدات يديه كترعد عاوتاني وعينو تحولو للون الداكن مرة أخرى. الجن كان كيحاول يمنعو وهو يغوت الفقيه: كتبها رضا. وبدا كيردد الفقيه: فسيكفيكم الله والسميع العليم. منين برمج خونا رضا الحماية بدا الفقيه يقرا رقية شرعية مركزة. في نفس الوقت كان رضا قرب يبرمج السكريبت ديالو وكيقوم
تكرار تشغيل آيات إبطال السحر بصيغة ترددات عالية الدقة هايت فريكونسي أوديو موجهة نحو الحيز الرقمي للغرفة اللي جالس فيها. فجأة هو ينبعث واحد الصوت غوتة مجهدة إلكترونية مشوهة من الهوفر ديال خونا رضا، وبدات الشاشة كتطلع شي كودات وشي رموز غريبة تتطاير وكأن الجن يحاول عمل فورمات لجسد رضا. هنا الفقيه فين طار على رضا ودار يدو على راسو وبدا يقرا: أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا، أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا. ومع كل الآية كان رضا كيبرك على اونطري باش لتنفيذ كود، داك الكود اللي كيمسح الملفات اللي سميتو بوفر اللي كان الجن كيختبئ فيه داخل ذاكرة الحاسوب في الهرم. في لحظة الدروة فجرت شاشة الحاسوب بواحد الضو بيض اللي مجهد وخرج منه واحد الدخان كحل طلع في السماء واختفى في ثواني. طاح رضا على الأرض كوما، ولكن هاد المرة كان رضا كيتنفس بعمق وهدوء لأول مرة منذ أسابيع. ما تنفس بحال هكا، بحال كان مسكون ديال بصح. منين فاق خونا في الصباح لقى الفقيه إدريس كيضحك وكيقول له: لقد قمنا بعمل كلين انستال لروحك ولجهازك يا ولدك. تذكر دائما أقوى جدار حماية هو ذكر الله. اللي وصل معنا الفيديو حتى لهنا الإخوان يصلي على النبي، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. ومن داك النهار ولا رضا كيقوم بتطوير نسخة خاصة من بريش شاكر بوان باي، وزاد لها واحد البرمجة تقوم بتشغيل أذكار تلقائيا. إلا حس النظام بشي حاجة ماشي هي شي بيانات شي صوت غير طبيعي وترددات مشبوهة، الراسو كيشغل الأذكار تلقائيا. هذه هي نهاية ملحمة الجن الرقمي. شنو بان لكم الإخوان؟ واش بغيتو نسدو هذا الملف ولا نشوفو شي قصة جديدة في موضوع آخر، ولا عندك شي فكرة بغيتينا نحولوها لقصة مرعبة ولا شي قصة حقيقية ممكن تبارطاجيها معنا. وبما انك وصلتي لهنا ما تنساش تشارك في القناة باش تشجعنا في المزيد من القصص. نشوفكم في قصة جديدة ان شاء الله. السلام عليكم.